ازيكم كل متابعيني طبعا في الساعات الماضية القليلة. كلنا عرفنا طبعا مقتل سيد جعفر الياسري وابنه وشقيقه في العراق. ناس كتير يعني زعلت على الخبر وناس كتير فرحت، يعني ناس كتير كانت بتحب سيد جعفر الياسري، ويعني بيقولوا عليه ان هو بطل. وناس كتير بتقول ان هو مجرم وارهابي طبعا. طبعا كتير بيقولوا ان هو ارتكب عدد كبير من الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي في السنوات الاخيرة. ويقول انه قتل كثير من ابناء العراق. طبعا على جوجل زي ما انتم عارفين او على بعض المواقع يقال ان سيد جعفر الياسري هو مجرم عراقي الجنسية، ويعد من المجرمين الذين تسببوا في مقتل النقيب التابع لشرطة ميسان. وقد نتج عنه عدة اشتباكات عنيفة بين سيد ورجال شرطة ميسان، والتي حدثت في منطقة تدعي الخمسانية، هو وأفراد من عصابته. طبعا زي ما انتم شايفين التعليقات، أنا لما نزلت كذا فيديو عليه أنا مش بجيب الأخبار دي من عندي، طبعا الأخبار دي كلها منتشرة على السوشيال ميديا. وأنا بوضح لكم كل اللي بينزل أول بأول. زي ما انتم شايفين ناس كتير بتترحم عليه هو وابنه واخوه، ناس كتير بتقول ان هو بطل، ناس كتير بتقول ان هو ما يستاهلش طريقة القتل ديت وليه قتلوه، وناس كتير فرحانة، وناس كتير بتقول كويس ان هو اتقتل عشان كان مجرم وكان وكان وكان. فطبعا التعليقات ديت ترجع لكم انتوا. انا يعني اول باول ان شاء الله اجيب لكم كل ما هو جديد، وهو ده يكون خبر النهارده. مستنيه برضو تعليقاتكم، انا نفسي مش عارفه اذا كان هو بطل زي ما انتوا بتقولوا او هو مجرم وارهابي ويستاهل القتل ولا لا. فانا مستنيه تعليقاتكم وانا بقرا التعليقات كلها. وشكرا ليكم جميعا على يعني متابعتكم لقناتي المتواضعه، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. مستنيه تعليقاتكم واسيبكم في رعايه الله.